بصوا بقى يا جماعه، انا حصل معايا حاجه قلت والله لازم اطلع احكيها لكم. انا قاعده في امان الله، لقيت كده على جروب المامز بتاع المدرسه بتاعت ولادي، لقيت كاتبين ان في استاذه فاضله بتحفظ قران، محفظه قران. بتحفظ ال8 حصص في الشهر، يعني حصتين في الاسبوع ب 200 جنيه. انا طبعا بالنسبه لي انا عندي 3 اولاد، ودايما عندي مشكله في التحفيظ في التحفيظ مع ولادي. ان انا لما بوديهم، عندي ابني الكبير 15 سنه وابني اللي بعده 13 سنه، فاي حد بكلمه يقول لي لا احنا هناخد الولد الصغير بس، مش هينفع ناخد الكبار. طب ليه؟ اصل هم سنهم كبير واحنا منتقبات وكده. طب ايه اللي ينفع؟ اللي ينفع ان هم يجي لهم شيخ، لو عايزه ممكن شيخ يجي لك البيت. طبعا انا بحكم ان انا جوزي 3/4 الوقت ما بقاش متواجد في البيت، فايه عشان شغله وكده، وساعات بيبقى مسافر، فاللي هو لا طبعا انا ما ينفعش حد جريب يدخل عندي وانا لوحدي انا واولادي. المهم لقيت الاعلان ده على جروب المامز. طب اسمها ايه المعلمه؟ اسمها كذا. طب رقمها فين؟ اتبعت رقمها. قلت خلاص انا هكلمها، ولو هتجيلي البيت مفيش مشكله، تمام وكده. المهم ولادي بيتكلموا مع صاحبهم معايا هنا في العماره جارهم، فقال لهم ايه خلاص انتوا لو هيجوا، لقيت مامة جارتي بتكلمني، لو انت هتجيبي حد لاولادك في البيت انا ايه ابني هيطلع ياخد معه. بالتالي كده اصبحوا بدل 3 اولاد بقوا ايه 4 اولاد. اتصلت على المحافظه، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ انا جبت رقمك من على جروب كذا. ايه ده بجد؟ تمام. حضرتك انا محفظه في المدرسه، مدرسه ازهري، اهلا وسهلا بيكي. انا دلوقتي كنت بسال عشان حضرتك تيجي تحفظي قران ل4 اولاد في البيت. مكانك فين؟ مكاني في الحته الفلانيه. انت عنوانك فين؟ انا عنواني هنا. ده انت انا ايه ده انت قريبه مني قوي، مش عارف ايه الكلام ده كله. ده المواصلات ايه من عندي لعندك، مش هتاخد حاجه. حلو، واتفقنا ايه على كده. المهم جينا نتفق بقى يا وزاره، انا عايزه اعرف التكلفه ماديا. للعلم عندي انا يعني كحكايه، انا عارفه ان المفروض ان المحفظه بيبقى فيه كده جزء اللي هو تطوع، اللي هو ايه حاجه لوجه الله. انا بحفظ دي يعني بعمل ده لوجه الله، مش واخداه تجاره يعني. مع احترامي لجميع المدرسين، يعني مش زيهم زي المدرسين بس اللي بيقدم ماده علميه، فهو عارف ان هو الدرس يعني فيه كده في تسعيره للدرس ما ينفعش يقل عنها. ففوجئت بالاستاذه بتكلمني، اما بقول لها التكلفه الماديه، قالت لي بصي انا باخد في الحصه الواحده 70 جنيه، فعشان خاطر هم 4 اولاد فانا هاخد 50 جنيه في الحصه. في الحصه. طب احنا هناخد قد ايه في الاسبوع؟ حصتين، يعني الاسبوع يقف عليا بكام؟ ب100 جنيه. الاسبوع ب100 جنيه مع 3 اولاد يبقى واقف عليا ب300 جنيه، يبقى في ال4 اسابيع واقف عليا ب1200 جنيه. انا قاعده على بنك؟ انت حد قالك ان انا قاعده على بنك؟ ما اعتقدش. انا بكلمك فكرتي ان انا ورثه؟ فالمهم طبعا بغض النظر عن حالات الدم الواحد يعني محروق دمه لحد دلوقتي فيها. فالاستاذه بكلمها بقول لها ايه، لا لحظه واحده، ليه؟ قالت لي يعني ايه ليه؟ قلت لها يعني ايه ليه يعني ليه 50 جنيه في الحصه؟ انا الاعلان اللي نزل عن حضرتك اللي جايبه رقمك منه في جروب، تمام، على جروب مدرسه ولادي، وهي مش للعلم هي مش في مدرسه ولادي، مكتوب فيه ان ال8 حصص ب200 جنيه. انا قلت الكلمه دي تقولوش كهربتها، الكلمه كهربتها. ايه كهربتها دي؟ والله ما انا عايده الفيديو. المهم ايه، راحت اتعصبت قوي، تمام. لا انا عمري في حياتي ما اديت بالسعر ده، ولا عمري في حياتي هدي بيه، مش عارفه. تحس ان انا شتمتها، قلت لها حاجه غلط يعني عبت فيها؟ مش فاهمه ليه يا ست الكل، ليه يعني ليه مش تدي بيه؟ لا 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 مش عارف ايه، انا اصلا عشان حضرتك اجيب توك توك من عندي لعندك هدفع 15 جنيه. احسبي كده حضرتك معايا 15 جنيه في 8 مرات. قلت لها بسيطه، 15 في 8 10 في 8 ب80، و5 في 8 ب40، يبقى الحساب كله 120. يبقى حضرتك انا بتكلم للعلم، انا كنت بتكلم معاها ان هي احنا بنتكلم في انا كنت بتكلم ان الولد الواحد يدفع 150 جنيه. يعني انا قلت 200 جنيه لو هي طبعا هتدي حد برايفت، تمام، ده اللي كان مذكور في الاعلان. فاحنا عشان انا عامله لها مجموعه فيبقى 150 جنيه، فيبقوا ايه
الاربعه مع بعض. قلت لو مسكت في ال 200 مش هقول لا. ده في الشهر كله. لقيتها لا 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 انا ما اديش بالسعر ده، انا مش عارف، احسبي حضرتك كده توك توك في 15 جنيه 8 مرات. قلت لها ب 120 جنيه. يعني حضرتك ما تزعليش مني، لو انت هتدفعي 120 جنيه تمام في الثمان مرات وحضرتك واخده 600 جنيه، فمعلش برضو دي حاجه مش يعني كدخل مش وحش. لا لا يا فندم هي ما بتتحسبش كده. قلت لها لا لحظه واحده يا فندم، هو انا ما حسبتهاش كده، حضرتك اللي قلتي احسبي كده معايا التوك توك هياخد كام في الثمان مرات، عشان انا مش هينفع. حضرتك اللي قلتي احسبيها كده وانا حسبتها لك، انا عملت زي ما حضرتك قلتي لكن ما عملتش حاجه تانية. لا ما ينفعش، انا بقدر علمي جدا، انا عارفه انا بقدم ايه، اصل انا ما باجيش اقعد اردد واحفظ وامشي، انا بقعد انا بقول الاداب وبعلمهم اصول دين وبكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى ومش عارف. طب ماشي مفيش مشكله، اصل غيري اللي بياخد المبالغ دي مش عارف ايه. قلت لها لا حضرتك بس معلش احنا ايه يعني، اصل انا مش اول مره احفظ قران، تمام، انا وديت عند محفظين قبل كده كتير وعارفه كويس قوي القيمه اللي حضرتك بتتكلمي فيها. بس حته يعني انت ما تعيبيش، هتبتدي بقى تعيب في غيرها اللي هو ايه، لا اللي بيدي اقل من كده فهو حد مش متمرس يعني او مش متمكن من الموضوع. طب خلاص تمام، خلاف الراي لا يفسد للود قضيه. طب تمام، حضرتك بس والله اسالي وشوفي وكده وانا هستنى من حضرتك تليفون، حضرتك حتى لو رحتي لحد تاني هترجعي تجيلي مش عارف ايه. شكرا جدا، معلش انا هاخد طبعا راي والد الاولاد في السعر لان بصراحه عالي عليا جدا. تمام، وان شاء الله هكلم حضرتك والسلام عليكم. وعليكم السلام. المشكله بقى مش في كده، المشكله حضرتك يعني هو لا اما تمشي بسعر معين لا اما الباقي وحشين، لا الباقي مش وحشين. طب انا كلمت دار تحفيظ تانية وقال لي ان الدار الشهر كله ب 200 جنيه وثلاث حصص في الاسبوع، 3 حصص في الاسبوع، وفي حصه بيحددها الشيخ اللي بيحفظ الحصه الواحده، في حصه كده في من ضمن يعني حصتين تحفيظ، والحصه الثالثه بتبقى عباره عن اداب واصول دين وكلام مع الولاد عشان خاطر طبعا ايه يأثر في سلوكهم يعني. بس كده، ولفيت على فكره وما رجعتش لحضرتك. يا ريت يا جماعه ما تاخدوش بالذات تحفيظ القران ما تاخدوش تجاره، عشان احنا بجد بنزعل، والله بنزعل وبنحزن قوي. يعني لو مدرس اي ماده بيستغل الظروف، ده مدرس يعني، ومعلش ناس كتير ممكن نحاسبن وممكن نقول حرام عليه وممكن اقول لا مش هدي، بس ان انا عشان احفظ ولادي قران يعني الاقي المنظر ده. انا مش اول مره اتعرض عليا كده على فكره، اتعرض عليا قبل كده، بس انا بصراحه حسيت دلوقتي ان 3/4 الناس اللي بتحفظ كانت بقت واخداها تجاره، ما حدش بياخدها لوجه الله. انا اعرف واحده قريبتي بتحفظ بس المشكله ان هي بعيده عني سكنا يعني، والله العظيم بتحفظ لوجه الله، ده غير الهدايا اللي بتجيبها. يعني هي بتصرف على الولاد، واخده الاجازه من مكه المكرمه مش من هنا. بس دي يعني ده حد بتعمل ده لوجه الله سبحانه وتعالى، هي عاملاه كده كصدقه جاريه ليها يعني. فربنا المستعان وربنا يرحمنا برحمته.